اتكلمنا عن التجهيزات للناس المبتدئين في التربية قبل ما نجيب الكتكوت. يعني قبل ما تستلم الكتكوت اتكلمنا عن التجهيزات اللي انت هتجهزيها. طب نتكلم بقى عن الكتكوت نفسه. النهاردة الفيديو عن الكتكوت نفسه. طيب الكتكوت لازم يكون من مصدر موثوق منه زي ما قلنا قبل كده. يعني ما تجيبش من حد مش معروف، عشان ممكن يديك كتكوت سردة، ممكن يديك كتكوت تعبان. فلازم تكوني واثقة في المكتب اللي هتجيبي منه الكتاكيت. دي تاني حاجة. تالت حاجة، في انواع من الكتاكيت، في روس، في قب، في افيان. انا عن نفسي بحب اجيب القب. القب عندي بيشيل لحم يعني في الصدر، في منطقة الصدر، فانا بحب اجيبه يعني. والمعدل التحويل بتاعه بيكبر بسرعة عن الرز. في ناس بتقول ان الرز حلو في الصيف والقب حلو في الشتاء. انا القب بجيبه شتاء وصيف، يعني بيبقى حلو معايا في الحالتين. طيب بالنسبة للعلف بقى، انت بتبدأي برضو للناس المبتدئين في التربية، بتبدأي بعلف بادي. علف بادي تركيز 23%. العلف البادي ده بيبقى عامل زي السمسم كده، حبة ناعمة. ده بتفضلي ماشية عليه لحد ما الكتكوت يوصل معاكي 550 جرام، 500 جرام، حلوة قوي. تبتدي تحولي لنامي اللي هو تركيز 21%. طيب لو اللي هو الدورة كلها اللي انت جايباها ما وصلتش لل 500 جرام او 550، وكان في 350 400، بتستني لما يوصلوا معاكي ما تغيرش دلوقتي، بتستني لما كله يوصل معاكي ل 500 جرام او 550 جرام عشان تحولي للعلف النامي. طيب لو في باستثناء يعني 2 3 كده، دول في بيبقى فيه سردة اساسا، فما الوزن ما بيبانش عليه. لازم يجيلك في كل دورة كام كتكوت سردة كده. تمام كده. عرفنا هنحول العلف امتى. بنحول العلف لما وزن الكتكوت يوصل من 500 جرام ل 550. طب بيوصل امتى للمعدل ده؟ ممكن يوصل معاكي في 15 يوم بس، وممكن يوصل 16 17 يوم. فانت ما تحوليش غير لما الكتكوت يوصل معاكي للوزن ده بالنسبة للعلف. طب انا في طبعا نوع تالت اللي هو الناهي. الناهي ده التركيز بتاعه 19%. بصراحة انا مش بستعمل الناهي في الدورة بتاعتي، بكمل النامي لاخر الدورة. معرفش بقى، في ناس بتقول في سموم كتيرة في كده، بس انا جربته مرة واحدة بس، يعني بصراحة ما جربتوش تاني. عمل لي اسهال بعد ما غيرت ليه. طبعا في ناس بتحط مضاد سموم. طبعا انت قبل ما بتحولي العلف لاي علف يعني بتحطي مضاد سموم قبلها ب3 ايام ومنشط كبد. وكمان في ناس بتبدل مضاد سموم بخل. انا ولا بحط ده ولا بحط ده، انا ماشيه من غير علاج. يعني ده اللي هو القاموس اللي انا ماشيه عليه دلوقتي من غير علاج. ف ودي دوره الشتاء، يعني انا اول مره اربي من غير علاج ولا اي حاجه خالص في الشتاء، وربنا يستر بقى. ولو ظهرت اي اعراض طبعا هعالج، مش هقول لكم لو ظهرت عندي اسهالات هعالج، هجيب وهعالج، مش هسيب الدوره تضيع مني طبعا. بس انا ماشيه برضو من غير علاج لحد لو لقيت الموضوع مضطر ان انا اجيب علاج هجيب. بس نفسي اجيب علاج يكون كويس، يعني ما يكونش على الفاضي، لان انا بجيب بتظهر عندي اسهالات، بتظهر عندي امراض، وبجيب العلاج وبرضو الكتكوت في الاخر ممكن يموت او ما يوصلش للوزن اللي انا عاوزاه. يعني بيبقى برضو الكتكوت ضعيف. يعني العلاج ما بيجيبش حاجه معايا، كانك بتحطي ميه عاديه في الاكل او في الميه. بس لو لقيت علاج كويس، نفسي الاقي علاج كويس يعالج لي الامراض. انا مش حابه ان انا امشي على الدوره بتاعتي بعلاج اساسا، لانه ده الاكل بيتي، يعني انا عايزه اكل بيتي حاجه نظيفه. بس نفسي لما الاقي حاجه عشان ما اخسرش الكتكوت الاقي علاج يناسب الحاله اللي انا جايباها. يعني بروح بالبيطري بقول له مثلا عندي اسهال، بيديني حاجه الاسهال ما بتجيبش اي نتيجه معايا. جربت البيطري وجربت البشري وجربت كل حاجه، بس مش هقول لكم ان انا لو ظهرت عندي اعراض يعني خساره ان انا ما اعالجش، هعالج. بس انا طول ما الكتكوت معايا كويس انا مش همشي على اي علاجات. بس ودي دورة الشتاء، اول مرة اربيها في الشتاء، وادعوا لي ربنا يستر وتعدي على خير من غير اي حاجة، ولا ادوية ولا اعشاب ولا اي حاجة. والمرة الجاية هنتكلم عن موضوع الاعشاب وعن موضوع الحاجات الطبيعية في البيت ونستفاد منها ازاي. ولو عجبكم الفيديو تابعوني